السلام عليكم إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في إطار المتابعة ديالنا الدائمة للمنتخب الوطني المغربي. اليوم غادي نتكلموا على المقابلة الودية اللي كانت جمعات بين منتخب المغرب ومنتخب النرويج. مقابلة اللي كانت انتهت بنتيجة 1-1. المقابلة عرفت شوطين متناقضين تماما، حيث الشوط الأول كان المنتخب الوطني هو المسيطر، هو الضاغط، خلق فرص كثيرة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف، ولكن للأسف ما استغلوش المهاجمين جميع الفرص اللي اتاحت لهم وتمكنوا من تسجيل هدف واحد. ونتمنى أن هذا الشيء ما يكونش في المقابلات الرسمية، حيت المقابلات الرسمية يعني ربما خصنا نستغلوا نصف فرصة وليس فرصة. دونك نتمنى تكون الفعالية أكثر للكتيبة المغربية في كأس العالم إن شاء الله. كذلك الشوط الأول عرف حدثين مؤسفين، ألا وهما إصابة كل من مزراوي والزلزولي، إصابة هاد اللاعبين المهمين في الكتيبة المغربية. نتمنوا أن ما تكونش إصابة بالغة ويكونوا حاضرين مع المنتخب الوطني أمام البرازيل في المقابلة الأولى، حيت كنعولوا عليهم كثير وكيعتبروا عنصرين مهمين جدا في التشكيلة المغربية. من ناحية أخرى الشوط الثاني عرف تراجع كبير للكتيبة المغربية وضغط أكثر المنتخب النرويج، وكذلك ربما يعود إلى التغيير الكثيرة اللي قام بها هو محمد وهبي، وكان هدف التعادل في الدقيقة 75. في نفس الوقت بالنسبة لي النقطة السوداء كانت أكثر، ألا وهو اللاعب بالعمري اللي كان ربما اللاعب الأضعف بالنسبة لي منذ التعويض ديالو اللاعب المزراوي، حيث قام أخطاء كثيرة سواء في التمرير أو سواء في إيقاف اللاعبي مهاجمي النرويج، وكان الحلقة الأضعف صراحة، يعني قام أخطاء كثيرة. ونتمنى أننا ما ندموش على الاستدعاء ديالو اللي قام به محمد وهبي، وخصوصا أن كان هناك لاعبين آخرين ممكن يلعبوا في المكان ديالو كقرواني، ربما لاعبين آخرين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. محمد وهبي اختار أن بالعمري يكون في التشكيلة. نتمنى أن هذا الاختيار ما يكونش نقطة سوداء علينا إن شاء الله، وأن المزراوي يعود الملعب في أقرب وقت ممكن، حيت بالعمري غيكون هو البديل الأول لصالح الدين. دونك نتمنى أن مزراوي يكون حاضر إن شاء الله وما نحتاجوش نستعملوا بالعمري في هذه البطولة هذه. وفي الأخير غادي نخليكم مع ملخص المقابلة. يعني يوب بوعدي على مستوى الحصه التدريبيه دي محاوله لفتره المنتخب الوطني المغربي. استباري امكانيه التمرير عند دياز. ابراهيم دياز فرصه الهدف وتضيع. ابراهيم دياز حاول يمرر في اتجاه اللاعب نائل العناوي دائما لفتره المنتخب الوطني المغربي على مستوى الجهه اليمنى عند اللاعب اسماعيل استباري كيرجع الكره لأناحي على مستوى الجهه اليمنى. اشرف حكيمي وأناحي حكيمي ممتاز. حكيمي غادي يمرر يرجع الكره للصباري. تمريرات قصيره باللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ايوب بوعدي لاسماعيل الصباري مره اخرى لعز الدين أناحي شنو يعمل أناحي توغل. هذه محاوله لاشرف حكيمي، ولكن كان هناك كذلك تغطيه دفاعيه من طرف لاعب توبيورن هيجن لاعب فريق بولون الايطالي اللي تمكن انه يخلي الكره تخرج خارج ارضيه الملعب. نتابع هذه المحاوله تمرير ديال ابراهيم دياز، ولكن تمريره خاطئه لابراهيم دياز بامكانه استثمار هذه المحاوله. تمريره عند نائل العناوي دخل داخل منطقه الجزاء. العناوي شنو يعمل كيمرر الهدف يضيع على عبد الصمد الزلزولي ما تمكنش من وضع الكره في الشباك في وقت التمريره. كاين كره اقرب منتخب الوطني المغربي، كان قريبا من تسجيل الهدف الاول. العناوي لعز الدين أناحي انطلاقه ديال عز الدين أناحي طلب الكره عبد الصمد الزلزولي كيمرر. هذه محاوله في ذاك المنتخب الوطني المغربي. عبد الصمد الزلزولي خدا الكره، امكانيه تسديد تسديده ارضيه، تدخل الحارس. كانت محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. بيرج ساندر، هذا اللاعب دافيد مولر وممتاز. عبد الصمد الزلزولي انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى، محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي البحث على يعني امكانيه استثمار هذا المرتد الهجومي. الزلزولي كيمرر ممتازه لابراهيم دياز. يلا ابراهيم دياز اولى الاهداف بالولايات المتحده الامريكيه برجل وبقدم. ابراهيم دياز يضع كرة في شباك الحارس نيلا دوريان. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، لتنطلق الاحتفالات وتنطلق اكيد فرحه جماهير المنتخب الوطني المغربي باولى اهداف هذه المباراه. ابراهيم دياز تسديده قويه ارضيه تعانق الشباك. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الجمهور المغربي، اذا المنتخب الوطني المغربي
كيف تفتح النتيجه. لاحظوا انطلاقه المرتد هجومي سريع يدرس بطريقه ممتازه لدياز. لاحظوا الانطلاقه ديال اشرف حكيمي فتحت يعني الممر امام دياز اللي وضع الكره في شباك. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي 1-0 لفائده منتخب النرويج. رفعت الكره حذري من الضربات الراسيه. تدخل ومن جديد الكره في الركنيه الثانيه. هاد نهائيات رفعت الكره راسيه خطيره مرات جانبا كانت محاوله شكلت خطوره على الدفاع ولا مرمى المنتخب الوطني المغربي. كانت الراسيه امامنا اللاعب الكسندر سورلون كان يعني طلب مواصله اللقاء بعد كره في المنتخب الوطني المغربي. دياز ابراهيم دياز بفكره كان كذلك في اختراق الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات كره على مستوى الجهه اليمنى. العوده ديال نصر المزراوي هناك خطا. اعتقد كان هناك خطا بالفعل. خطا لانه كانت صافره قبل تسديد الكره في الوقت اللي اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيطالبوا ان يكون هناك بطاقه وانذار لان كانت هناك صافره قبل تسديد الكره من طرف اللاعب الكسندر سورلوت. لاحظوا بانه اللاعب كيقول الحكم بانه يمكن ما سمعش الصافره. امامنا جماهير ممتازه تيجي اللاعب ناصر المزراوي. انطلاقه ديال المزراوي. هناك مساحه. انطلاقه المزراوي الى جانب عبد الصمد الزلزولي. كذلك هناك لاعب سيباري لكن اختار الزلزولي يبحث عن امكانيه المراوغه. الزلزولي كيمرر لابراهيم دياز. ممتازه دي محاوله بحث كي تزيد فرصه ممتازه. عبد الصمد الزلزولي كره تمر جانبا بالقائم الايمن. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد. تسجل حضورها بنهائيات كاس العالم وبالتالي كتحاول انها توضع كل لمسات قبل ضربه البدايه. كره فائده منتخب النرويج. بيرج ساندر كيمرر اتجاه اللاعب فريدريك اورسن. استشعر اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز بامكانه يمر على المستوى الجهه اليمنى لاشرف حكيمي غير اتجاه الكره بشكل ممتاز لعبد الصمد الزلزولي اش غادي يعمل الزلزولي. امكانيه يدخل داخل منطقه الجزاء. عبد الصمد الزلزولي كيبحث عن امكانيه تمرير فرصه. تدخل الدفاع. بحث على ايوب بوعدي في القائمه. لاعب بشكل جيد. مشات الكره بالجهه اليمنى في منتخب النرويج. دخول داخل منطقة الجزاء. رفعت الكرة خطيرة. أشرف حكيمي في التغطية قبل وصول الكرة لأليكسون جوليان. كيلعب كرة دائرية. تدخل ممتاز لأيوب بوعدي واللي بعد الكرة دائما خطورة لمنتخب النرويج. ترفع الكرة من جديد داخل منطقة الجزاء. الرأسية لازم إبعاد الكرة. ممتاز أيوب بوعدي. شادي رياض. يوسف العمري. ممتاز يوسف العمري. حاول يراوغ. محاولة البحث على هالاند لكن عيسى ديوب. محاولة من جديد في ذات منتخب النرويج على مستوى الجهة اليمنى. خطيرة هالاند وديوب يتدخل والحكم كان له ركنية. في الوقت هناك المطالبة من المستفيد. نتابع من جديد هذا الكبير لأن هناك حراسة فردية لعبت كرة في القائم الأول. تدخل عبد الصمد الزلزولي ممتاز. تمرير على مستوى الجهه اليمنى عند اللاعب اسماعيل السيباري. انطلاقه ديال عز الدين على مستوى الجهه اليسرى. كذلك الزلزولي كيمرر. محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي لاشرف حكيمي ممتازه. اشرف حكيمي وتدخل الحارس ليناردو اوريان ثم ابعاد الكره للركنيه. كانت محاوله ممتازه لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا التسديدة قوية. تدخل شادي رياض. البحث عن ضربات الرأسية. لعبات الكرة أرضية لكن تدخل ترجع ليوسف بالعمري. أوناحي. تدخل جوليان ريرسون. أشرف حكيمي. أيوب بوعدي. مرة أخرى العناوي. أشرف حكيمي. أيوب بوعدي. ممتاز ابراهيم دياز كيرفع الكره ممتازه. هذه محاوله هدف يضيع. عبد الصمد الزلزولي كان بامكانه يوضع الكره في شباك. تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء. يسدد لكن الكره مشات فوق المرمى. نتابع من جديد هذا الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا التمريره ديال ابراهيم دياز بطريقه اللاعبين الكبار لكن الزلزولي يخطئ المرمى. دياز حكيمي مره اخرى لبدايه المنتخب الوطني المغربي عند عز الدين أولاحي. طلب الكره الزلزولي على مستوى الجهه اليسرى. عبد الصمد الزلزولي لعز الدين أولاحي. تمريره عند اشرف حكيمي. هذه محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي. فرصه تسديده وتدخل الدفاع. عبد الصمد الزلزولي يسدد وتدخل كريستوفر في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع. مشات كره على مستوى الجهه اليسرى للاعب انطونيو لوسا.
ممتاز اشرف حكيمي. اشرف حكيمي كيمرر لابراهيم دياز والخطا كتعتقد كان خطا موجود. تعود كره في منتخب النرويج. حذاري من هذه المحاوله. تسديده وتدخل وابعاد الكره من امام هالاند. كانت محاوله خطيره في منتخب النرويج. لاعب فريق ارسنال كينفذ الركنيات. لعبت الكره. تدخل ممتاز ياسين بونو لابراهيم دياز. مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. دياز انطلاقه ديال الصباري. انطلاقه ديال اشرف حكيمي خدا الكره على مستوى الجبهه. حكيمي شنو يعمل؟ حكيمي كيمر عند ابراهيم دياز بالكعب للصباري. امكانيه استثمار هذه المحاوله. صباري يسدد كره عرضيه لكن في يد الحارس نيلاند اوريان. كل كرة طلقة سام مرة جميلة. دياز يسدد بقوة. الحارس يتدخل نايلاند تصل لنائل العناوي بالرأس. كاد أن يضيف هدف رائع جدا. هذه واحدة من المشاهد الجميلة. تسديدة قوية ورد فعل سريع للحارس أوريان نايلاند. الذي يبحث عن إمكانية العودة في النتيجة وتسجيل هدف تعادل. مشات الكرة عند أوسكار بوب. أوسكار يبحث عن إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء بالفعل. أوسكار بوب يمرر خطيرة وهدف تعادل لفائدة منتخب النرويج. وهذا هو اللي قلت بأن منتخب النرويج يسعى لتسجيل هدف تعادل بواسطة مارتين أوديغار عميد منتخب النرويج ونجم فريق ارسنال. متابع من جديد. تنفذت الكره الثابته. كره شكلت خطوره واضحه. كانت بواسطه اللاعب ساندربيرج اللي لاحظوا ارتقاء فوق الجميع. كيلعب الكره بالراس تمر جانبا من